عايز أسأل سؤال. عمرك شميت ريحة معينة وفجأة افتكرت موقف حصل من 10 سنين، أو افتكرت شخص مبقتش تشوفه؟ ببساطة إن حاسة الشم هي الحاسة الوحيدة المربوطة مباشرة بمركز الذكريات في المخ. القدماء المصريين فهموا اللعبة دي قبل أي حد، هم عرفوا إن اللي بيسيطر على حاسة الشم بيسيطر على الروح كمان. النهاردة هنحكي إزاي ريحة بخور في معبد تحولت لبزنس بمليارات الدولارات في باريس، وإيه السر اللي خلى جثث ملوكنا ريحتها حلوة بعد آلاف السنين. إحنا عايشين في كذبة كبيرة، فاكرين إن البرفيوم اللي بندفع فيه دم قلبنا ده اختراع فرنسي، وإن شانيل وديور هما اللي علمونا إزاي نكون ريحتنا حلوة. الحقيقة إن القصة بدأت في مكان أبعد بكتير، بدأت من تحت الأرض في مقابر أجدادنا الفراعنة من 3500 سنة. زمان البرفيوم ما كانش روشنة ولا حاجة، ده كان مسألة حياة أو موت، جزء من علم سري وما كانش حد يعرف عنه حاجة غير كهنة في المعابد. النهاردة هناخدكم في رحلة مرعبة ومثيرة في نفس الوقت. هنعرف ازاي ريحة المومياء اللي بنخاف منها هي في الأصل أصل أرقى العطور في العالم، وازاي ملكة زي كليوباترا استخدمت حاسة الشم عند القادة علشان تحتل بلادهم. حضر قهوتك وركز في كل كلمة هتتقال، علشان بعد الفيديو ده احساسك بكل رشة برفيوم هتتغير تماما. انا مايكل عزيز، اهلا بيكم في قناة خارج الاطار. تعالوا نرجع بالزمن لورا. تخيل نفسك في معبد فرعوني، الدنيا ضلمة وريحة الدخان مالية المكان. المصريين القدماء ما كانوش بيشوفوا العطر سائل في ازازة، وما كانوا بيعتقدوا ان الروايح الطيبة دي ريحة الآلهة اللي نازلة على الأرض. علشان كده ما كانش مسموح لأي حد يركب العطور، الموضوع كان كيمياء مقدسة. الكهنة كانوا بيحبسوا نفسهم في أوض اسمها المختبرات، وموجود منها لحد النهاردة في المعابد زي معبد إدفو. الحيطان هناك مش مرسوم عليها حروب ولا عجلات حربية ولا حاجات من دي، لكن مرسوم عليها وصفات لبرفيوم. أشهرهم كان عطر اسمه كيري، ما كانش بيتحضر في ساعة، ده كان بياخد أسابيع. بياخدوا حاجات مثل المر واللبان والقرفة والزبيب والعسل ويقعدوا يغلوا ويطحنوا فيهم. ما كانش بس ريحة، كان مهدئ أعصاب. الأطباء اليونانيين لما جم مصر انبهروا وقالوا إن المصريين بيعرفوا يسيطروا على الروح من خلال حاسة الشم. تخيل إن الفراعنة هم أول ناس عملوا العلاج بالروايح. طب خلونا نقرب أكتر من ريحة الموت. في سنة 2023 العالم كله اتكلم عن اكتشاف مجنون في واحدة اسمها سينتناي. دي كانت مرضعة الملك أمنحتب الثاني. لما فتحوا مقبرتها ولقوا الأواني الكانوبية اللي بيتشال فيها الأحشاء، العلماء شموا ريحة غريبة جدا، ريحة لسه عايشة بعد آلاف السنين، ريحة طيبة وحلوة. فريق بحث من ألمانيا حلل المواد دي ولقوا مفاجآت صدمت الكل. لقوا بقايا راتنج، ده صمغ شجر متعارف عليه، ما بيطلعش في مصر خالص، ده بيجي من أشجار في جنوب شرق آسيا. انت متخيل؟ يعني من 3500 سنة الفراعنة بعتوا سفن لفوا بيها قارات علشان يجيبوا أغلى خامات عطروا بيها المومياوات. الريحة دي العلماء سموها عطر الخلود، وصفوها بأنها ريحة حلوة شبه الفانيليا مع الخشب الأرز والتوابل. ده معناه إن جثث ملوكنا كانوا أحسن من ريحة ناس عايشة معانا لحد دلوقتي. التحنيط ما كانش مجرد تنشيف جثة، ده كان عملية تعطير وتجميل علشان الروح لما ترجع تعرف تتعرف على صاحبها من ريحته. نيجي بقى للملكة اللي فهمت قوة الروايح صح. كليوباترا الست دي ما كانتش بس ذكية، دي كانت عبقرية كمان. في علم النفس العطر الأسطورة بتقول إنها لما راحت تقابل القائد الروماني مارك أنطونيو علشان تغريه وتكسبه لصفها، ما عملتش فستان حلو بس، دي أمرت إن أشرعة السفينة بتاعتها تدهن كلها بزيوت الياسمين والورد النادر. تخيل المنظر معايا، السفينة لسه في عرض البحر والهواء يخلي الريحة توصل للشط. الناس الواقفة شمت ريحة كليوباترا قبل ما يشوفوا وشها، ده خلى القادة الرومان يدخلوا في حالة تنويم مغناطيسي. كليوباترا حولت العطر من طقس ديني لسلاح سياسي. هي اللي بدأت فكرة إن الست يكون ليها ريحة خاصة بيها، أول ما تشمها تعرف إنها موجودة. إزاي بقى العلم ده وصل لفرنسا؟ الموضوع بسيط، السر سافر مع العرب اللي طوروا التقطير، وبعدين راحوا لأوروبا في العصور الوسطى
بس المفارقة المضحكة هنا إن الفرنسيين في عصر الملوك زي لويس ال14 ما كانوش بيستحموا أصلا، كانوا بيخافوا من المية ويربطوها بالأمراض، فكانوا بيستخدموا العطور المصرية والشرقية التقيلة علشان يداروا على ريحة العرق. صناعة البرفيوم في مدينة جراس الفرنسية قامت أصلا على محاولة تقليد الزيوت اللي كانت بتيجي من الشرق ومصر، يعني هم خدوا التكنولوجيا بتاعتنا وحطوا عليها كحول وسوقوها للعالم على إنها اختراعهم، لكن الحقيقة كل إزازة برفيوم براند النهاردة فيها جينات مصرية 100%. في النهاية العطر هو الحاجة الوحيدة اللي بتقدر تهزم الزمن. المومياء ماتت والمعبد اتهد والملك رحل، بس الرحلة لسه باقية وبتحكي قصتهم. المرة الجاية وانت بترش البرفيوم بتاعك الصبح افتكر انك مش مجرد بتحط ريحة حلوة، انت بتكمل مسيرة بدأت من آلاف السنين. قولولي في الكومنتات هل كنتوا تعرفوا ان المصريين هم اصل البراندات العالمية ولا لا، وايه اكتر ريحة بتحسوا ان بتنقلكم لعالم تاني. لو وصلت لحد هنا انت بطل، ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان الحواديت الجاية لسه اتقل بكتير. واسيبكم مع الاغنية الهيروغليفية. سلام. Sana tapar artien seten rentepsa irti peket yaket seten anne peketate rente pana